ما تواطأ الناس اليوم على مظلوم كمثل تواطؤهم على ظلم الإسلام والقرآن. تشكيك، محاربة، عداء، تعذيب، إجرام، فضائية، سموم، شهوات، نساء، إلحاد، حدث ولا حرج. كم سلسلة كبيرة جدا، ولكن دين الله محفوظ بحفظ الله إلى اليوم. والمؤمن لا يزداد إلا معرفة بربه وصلابة في دينه. فالله نتواصى بأن المسلم يحذر أن يسلم قلبه للغاوي والمنحرف والمتشكك والمضطرب والمخلخل والمزعزع وجليس السوق والفضائية والجوال والجريدة وما أشبه ذلك من ألوان الطيف المغشوش. اجتنب واحذر، فإن قلبك أنت مسؤول عنه أمام الله. لماذا تسلمه لمن يشك ولمن يمرضه ولمن يقضي على نوره ويفسد حياته؟ اغتيال الاعتقاد أعظم من اغتيال الأجساد، لأن الجسد إذا اغتيل والإنسان على حق إلى جنة الله والله راض عنه بإذن الله، ما خسر شيئا. لكن لو عاش ملكا وقلبه مطموس بعيد منحرف معوج مؤثر لشهوات الدنيا غافل عن ربه غير مؤمن به، إنه محبوط عمل، إنه شقي، إنه خاسر، إن جهنم تنتظره فهو حطبها ووقودها.